المقارنة الأهم في القرن العشرين: الطفل الذهبي والجوهرة السوداء، بيليه ومارادونا. بيليه تفوق على مارادونا في كل الأرقام اللي تتخيلها. لو حسبتها أهداف، بيليه مسجل 1233 هدف، وفي كلام إنها 1283، بس رقمين شاملين الماتشات الودية. مارادونا سجل 344. حتى لو صاحبك قالك لا المهم الألقاب، بيليه 25 ومارادونا 11. لو قلت بس مارادونا كان ينقصه الاستمرارية، عشان كده مارادونا الفترة اللي لعبها كانت أقوى من أي حد. طب شوف الإحصائية دي: أعظم موسم بيليه سنة 61 مسجل 62 هدف، ومارادونا مسجل في اعظم مواسمه سنه 87 21 هدف. وانسى اسطوره ما كانش فيه تسلل، لان التسلل كان سنه 1925. لكن النقطه اللي ممكن تكون في صالح مارادونا هو ان مارادونا صنع العاب وبيليه مهاجم. مارادونا كان كواليتي لعيب استثنائي، والجوهره السوداء اول ملك يتربع على عرش كره القدم. افضل لاعب في القرن العشرين لما اتعملت بالتصويت، مارادونا خدها باكتساح. وقرروا يعملوا استطلاع رأي تاني عن طريق تصويت الصحفيين ومسؤولين ومدربين، وبيليه تفوق باكتساح. عشان كده الجائزة كانت بالمناصفة بين مارادونا وبيليه، وبرأيي بيليه أفضل من مارادونا.